دعونا نتعرف على زرياب، أشهر موسيقار ومخترع كردستاني عالمي. أن لقب زرياب مشتق من الكلمة الكردية زير أب، والتي تعني ماء الذهب، إشارة إلى صفاء صوته ورقة موسيقاه. مولده: ولد في عام 790 ميلادية في زمن الدولة العباسية، لا يعرف بالتحديد في أي مدينة ولد في المصادر الموثوقة، إلا أنه على الأرجح مولود في مدينة جزيرة بوطان الكردستانية، حيث أنه ينتمي إلى الشعب الكردي، رغم أن بعض المصادر تقول إنه مولود في مدينة بغداد الكردية. تعلمه للموسيقى: يعد زرياب واحد من أكثر الشخصيات تأثيراً في الموسيقى والحضارة الكردستانية والأوروبية. تلقى زرياب تعليمه الموسيقي على يد الأستاذ الموسيقي الكردي الكبير إسحاق الموصلي، أشهر موسيقي عصره. كبر زرياب في كنف إسحاق الذي لم يبخل عليه بعلمه أو خبرته، ودربه على أساليب الغناء والعزف المتقدمة. تميز زرياب منذ صغره بموهبة موسيقية وذكاء متوقد وصوت فريد ومهارة استثنائية في العزف على العود. اختراعاته: أضاف وترا خامسا لآلة العود الموسيقية، حيث كانت لهذه الآلة 4 أوتار قبل ذلك. كما أن زرياب كان السبب في اختراع الموشح بتعميمه طريقة الغناء على أصول النوبة، بالإضافة إلى إدخاله مقامات كثيرة لم تكن معروفة من قبل، وجعل مضراب العود من قوادم النسر بدلا من الخشب. زرياب كان أول من أدخل نظام افتتاح الغناء بالنشيد قبل البدء بالنقر، كما أنه هو أول من وضع قواعد الغناء. حبه لقوميته وشعب كردستان: لقد أطلق زرياب أسماء كردية على معظم المصطلحات الموسيقية والمقامات الموسيقية التركيبية وفروعها التي ابتكرها. السلم الموسيقي وأسماء العلامات الموسيقية كانت بالكردية: ياكا، دوكا، سيكا، جاريكا، أي العلامة الأولى، الثانية، الثالثة، وهكذا. أطلق زرياب اسم كرديان على الوتر الأخير، وهذه الكلمة الكردية تعني عمل عقدة. سمى زرياب العلامات الرئيسية مال، التي تعني بيت، والعلامة الفرعية أطلق عليها الكلمة الكردية بمال، التي تعني بدون بيت. لزرياب مقامات بأسماء كردية مثل راست، التي تعني مستقيم أو صحيح، وهذا المقام هو المقام الرئيسي في السلم الشرقي، ومقام سيكا التي تعني الثالثة، وسماها زرياب بهذا الاسم لأنها تبدأ من العلامة الثالثة، ومقام جارها حيث كانت تستقر على العلامة الرابعة، ومقام نوروز نسبة إلى عيد نوروز رأس السنة الكردستانية، ومقام شاهناز، ومقام حجاز كردي، ومقام بيات كردي، ونهاوند كردي، وغيرها الكثير من المقامات الموسيقية. زرياب العبقري الذي هز العالم من كردستان إلى أوروبا. هجرته إلى إسبانيا في زمن الدولة العباسية، حينما طلب هارون الرشيد من إسحاق الموصلي أن يحضر مغنيا جديدا. دخل زرياب مجلس الخليفة يحمل عوده الذي صنعه بيده، وأنشد قصيدة في مدح هارون الرشيد. انبهر الخليفة بموهبته وأكرمه، وهنا دب الحسد في نفس إسحاق خوفا على مكانته، فطلب من زرياب مغادرة بغداد فورا، مهددا إياه بالقتل. غادر زرياب بغداد مع عائلته إلى شمال أفريقيا، ثم إلى الأندلس حيث سيبدأ عصره الذهبي. وصل زرياب إلى قرطبة في عهد الأمير عبد الرحمن الثاني. ابتكاراته في إسبانيا: أسس زرياب في قرطبة أول معهد موسيقي منظم في التاريخ، يقوم على أسس علمية دقيقة، وكان نظامه يعتمد على اختبار الأصوات قبل قبول الطلبة، وتعليم السولفيج وتربية السمع ودراسة المقامات، وتقسيم الطلاب إلى مستويات. ويعتبر زرياب أول من وضع قواعد السولفيج كعلم مستقل، وكان حافظا لأكثر من 10,000 مقطوعة. كما أحدث زرياب ثورة اجتماعية واسعة في الأندلس، ففي الأزياء أدخل تنسيق الملابس حسب فصول السنة، وانتشر بفضله استخدام الفرو في الشتاء والملابس. وفي مجال التجميل كان أول من استخدم مساحيق إزالة الروائح، وابتكر معجون الأسنان، وأدخل إلى إسبانيا أصناف طعام جديدة. وفي فنون المائدة ابتكر نظام الوجبات الثلاث: مقبلات، ثم الطبق الرئيسي، ثم الحلوى.
واستبدل الأواني المعدنية بأواني زجاجية أكثر أناقة. كما نشر فن تنسيق الحدائق وأدخل تسريحات شعر جديدة للرجال والنساء. وفاته: توفي زرياب سنة 808 في قرطبة، لكن إرثه الحضاري والموسيقي استمر في الأندلس والمشرق وأوروبا، فقد كان جسرا حقيقيا نقل الموسيقى الشرقية إلى الغرب، وترك أثرا ثقافيا لا يزال واضحا حتى اليوم. جمع زرياب بين العلم والفن والأدب والفلك، حتى أصبح رمزا حضاريا خالدا وواحدا من أعظم المبدعين الذين عرفهم التاريخ.